طبعا اكو بعض الشعراء صارت كتاباتهم عبارة عن تقارير طبية، اعتمدوا بأغلب كتاباتهم على ذوي الاحتياجات الخاصة. ايش قال الأعمى وش حكى الأخرس، ايش قال المجنون وش حكى الأعرج. هذا اكو دارمي يقول: خرسة تدق بالباب عمي انت فتحيه، مفتاح عد مجنون خلوا شرد بي. زين انت اللي شفت الخرسة تدق بالباب وتقول للعمي روح انت فتحيه، انت ليش ما تقوم تفتح الباب؟ ليش تريد العمي تفتح الباب؟ زين وبعدين المجنون ليش عنده المفتاح وليش خلوا شرد بي؟ يا اخي عوف ذوي الاحتياجات الخاصة رحمة الوالديك. لو هذا اللي يقول مثل حيرة الأخرس حيرتنا وياك، باقوا منا روحه وما قدر يحكي. المن يحكي هو باقوا منا روحه بعد المن يحكي الأخرس. زين وهذا يا الباق منا روحه ملك الموت، وإذا يريد يحكي شلون؟ حتى إذا كان يحكي شلون يحكي للباق روحه؟ وهذا اللي يقول الأخرس والعثر والطاح وعيون المفارق واللي يحب سكته وحسرة المجنون، هذن كلهن شفتهن من عبرت انت. زين هسه المفارق افتهمناها، اللي يحب سكته افتهمناها. زين الأخرس تجابه بالنص، يعني لازم تحطون الأخرس بنص السالفة. ترى والله يعني تحس بيها تنمر ما ادري شنو، وصارت بالايام الهواي يعني. يا اللي يريد يعني دور له صورة شعرية ما يلقاها ركض لو على الأخرس لو على الأعمى لو على ما أعرف بعد. وهذا الشايب يقول: أخرس غرق بالماي ما حد يسمعه، والجرف بيه عميان قل لي شي طلعه. ما أعرف هيك إذا حافظها أنا. زين ليش الأخرس والأعمى اثنيناتهم بنفس المكان وما حد له شغله بالثاني؟ زين وهذا الأعمى جابه يم الجرف، والأخرس ليش يأشر بصبعه من يغرق هو يطلع ايده من المي؟ وهذا النوبي يقول له: أخرس بنص ليل واحترق بيته، وجيرانه بس عميان شيح قضيته. والله انت قام طاح الأخرس، حرقتوا بيته، غرقتوا، ذليتوا، والأعمى بليتوا بلوى. لو هذا يقول: لسان بحلق أخرس عايزك للذوق، جاو ولسانك. والنوبي يقول: كون بدكة التشريح قلهم لحد يشرحه، أنا السبب بدماه أنا السبب بجرحه بمرضه. مو تقارير طبية صارت مو أشعار، جرحه ما أعرف شنو وسبب مرضه بدكة التشريح. يعني تحس ماكو بعد كلمات خلصت. بس طبعا هي كلها سببها ذاك ياهو ذاك تعرفونه، سببها المتنبي. اي المتنبي هو خلى هاي السالفة بحلق ربعنا، واحنا شلونهم عينا من نار ربعنا من يسمعوا لهم سالفة. انا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به الصمم. حتى المتنبي أم راح للأعمى وللأصم والمدري شنو. يعني خطية العميان حتى من المتنبي ما خلصت، وهو يعني هو بداية هو اللي بدأ به. لزموها الجماعة يعني أخرس وأعمى وما أدري شنو وأنت قيس. وهاي من ذاك وقت لهذا الوقت استمروا. أكثر من الأعمش مالك انقاديت، إذا ترجع لي لازم شفك تبدله. أدري ايش بيه شف الأعمى ما تقولولي. بعدين شلون يبدل شفه؟ شنو هو لابس شف مال عماله حتى يبدله؟ لو هذا يقول الأعمش ما حفظ دربه يظل بعازة الحيطان. يعني يا أخي تحسه جاي يعني يشمت بيه، مو بس يعني يتنمر عليه. هاي يعني قلت ليش ما حفظت دربك
ترى تظل بعازة الحيطان. يعني هاي كلها على مود تطلع عنده صورة شعرية، ويجي هذا الثاني عود يصلح له: لا تخاف على الأعمى شلون دربه يشوف، ينحسب عليه يشوفون لو وجهة نظر عنده. عود جاي يعني يعالج الموقف. ماكو ما يعوفونك بحالك، الأعمى ما يعوفونك بحالك والله. وإنه يجي هذا يقول له: الأعمى تكتله من تحلفه بعيونه. عم قتلتوا الأعمى بهاي القفشات مالتكم والله. أعمى وطريح فراش ويطقنا الفدال، أهون ولا شمات تضحك لي بحذال. طبعا الناب سواه طريح فراش ويطقه ألف داي وما أعرف شنو، وهواي هواي شقد والله. يعني هسه ذا أقراهن يعني هذا الفيديو يصير ايش طوله؟ الأعمى والأخرس والمجنون. ترى يعني صارت صور مستهلكة، صور شعرية مستهلكة. يعني أنا هسه إذا أطلب من أي واحد ينزل لي فد 3 أبيات أو 4 أبيات على الأعمى، يمكن كل واحد بيكم يقدر يجيب له 20 بيت على أعمى وعلى أخرس. كافي يعني. شوفوا غير مواضيع لطشتوا. يعني هو فد موضوع إنساني مو يعني فتش. وهاي الناس يعني على المنصات والجمهور الله الله، بس واحد يجيب طار الأعمى لو الأخرس لو الأطرش وهي كلها صاحت الله عليه من الله. عوف هاي السواليف، وانتبهوا للرسالة الشعرية الهادفة. زين، تحياتي لكم جميع المتابعين والأصدقاء، وإن شاء الله احنا مستمرين بالدروس الشعرية. تابعوا على الحساب، أنا مرتضى الحريشاوي. تصبحون على خير.